أن نبدأ عملية القرعة سوف نتأمل في قوانين وإجراءات القرعة. Welcome to the CAF Confederation Cup 2024-2025 quarterfinals draw. The journey through the group stage has been fierce, and now only 8 clubs remain. Now, it's time to determine the matchups for the quarterfinals. But how does the draw unfold? Let's break it down. 6 pots will be used to conduct this draw. Pot 1 contains all the runners-up from the group stage. Pots 2, 3, 4, and 5 each contain one of the group winners. The objective is to pair group winners with runners-up, ensuring fair and exciting matchups. First, we pick a runner-up from pot 1. This team will play the first leg at home. Let's say we draw CS Constantine, the runner-up from Group A. Next, we select 3 possible opponents from the other pots, except the pot containing the winner of Group A, to ensure teams from the same group do not face each other. Since Simba won Group A, we skip pot 2 and pick from pots 3, 4, and 5. The 3 selected teams are placed into pot 6. One team is randomly drawn from this pot, determining the quarter-final opponent for the chosen runner-up. This process is repeated 3 more times until all 4 quarter-final matchups are decided. So, what happens after the quarter-finals? The 4 quarter-final matchups go into a single pot. The first 2 teams drawn will face off in semi-final round, with the first team drawn playing the first leg at home. في نصف النهائي الأول والنصف النهائي الثاني. سوف نتبع نفس الإجراءات التي قمنا بها في قرعة الربع النهائي. هذا يخص قرعة كأس الاتحاد الأفريقي أو كأس الكونفدرالية. إذن لنبدأ الآن عملية القرعة ولنرى من هي الفرق التي ستصل إلى النهائي. إذن قدمنا لكم إجراءات القرعة ربح ماجر وبان مالانغو سوف يساعداننا أو سوف يقومان بسحب الكرات لتحديد الفرق التي سوف تتقابل مع بعضها البعض في دور الربع النهائي وبعد ذلك في دور النصف النهائي. إذن بان عليك أن تخلط الكرات لكي نضمن الشفافية في عملية السحب. إذن الفريق الأول الذي وقع صاحبه هو نادي ستيلنبوش من جنوب أفريقيا، هو الوافد الجديد على منافسات كأس الكونفدرالية، وقع إنشاؤه منذ 8 أعوام. إذن نادي ستيلنبوش. إذن لنتعرف الآن على الفريق الذي سيقابل نادي ستيلنبوش. زمالك. نادي الزمالك. زمالك نادي الزمالك المتوج بالنسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الأفريقي سوف يخوض مباراة الربع النهائي ضد نادي ستيلنبوش من جنوب أفريقيا. إذن الربع النهائي سوف يجمع نادي ستيلنبوش من جنوب أفريقيا ونادي الزمالك من مصر. نذهب إلى الربع النهائي الثاني. الفريق الذي يسحب أولا يخوض مباراة الذهاب على أرضية ميدانا. نادي السيك ميموزا من الكوديفوار هو الفريق الذي سبق له أن توج بلقب هذه البطولة. إذا نادي السيك ميموزا يخوض مباراة الذهاب على أرضية ميداني، سوف يقابل إما نادي سيمبا أو نادي نهضة بركان. بركان. إذا نادي السيك ميموزا يقابل نادي نهضة بركان الذي سبق له أن توج باللقب مرتين وأنهى دور المجموعات ب16 نقطة. هكذا حددنا النصف أو الربع النهائي الثاني.
مثل ما تعرفون لا يمكن أن يتقابل فريقين من نفس المجموعة في دور المجموعات. إذن القرعة ستكون أوتوماتيكية. نقوم بسحب الكرات الآن. النادي الرياضي القسنطيني من الجزائر، أول مرة في دوري الربع النهائي منذ عام 2018. إذن بما أن نادي الرياضي القسنطيني كان في نفس المجموعة مع نادي سيمبا، فيجب أن يكون الخصم الذي سيواجهه هو نادي اتحاد الجزائر أو نادي العاصمة مثل ما يسمى في الجزائر. نادي اتحاد الجزائر لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات وحصد 14 نقطة. إذن هذا دربي جزائري بأتم معنى الكلمة. إذن في الربع النهائي الرابع يتقابل نادي المصري مع نادي سيمبا. نادي المصري فريق الملقب المسمى بالنسور الخضر يبحث عن لقبه الأول على الصعيد الأفريقي. سوف يواجه نادي سيمبا التنزاني. يعود نادي سيمبا إلى منافسات دوري خروج المغلوب منذ عام 2021. بهكذا انتهت عملية القرعة الخاصة بالربع النهائي لكأس الكونفدرالية وكأس الاتحاد الأفريقي. الربع النهائي الأول يجمع نادي ستيلنبوش من جنوب أفريقيا نادي ضد الزمالك المصري. إذن نادي ستيلنبوش مثل ما قلنا هو الوافد الجديد على منافسة كأس الاتحاد الافريقي. نادي اسك ميموزا من الكوت ديفوار يقابل نادي بركان من المغرب. النادي الرياضي القسنطيني من الجزائر يقابل نادي اتحاد العاصمة او اتحاد الجزائر. ونادي المصري يقابل نادي سيمبا التنزاني. الآن ننتقل إلى قرعة النصف النهائي. إذن رابح ماجر سيقوم بسحب أو سيقوم بقرعة النصف النهائي الأول، وبان يقوم بسحب قرعة النصف النهائي الثاني. إذن الكرات سوف نسحب طبعا كرة الربع النهائي الأول والثاني والثالث والرابع. رابح ماجر سيحدد الآن قرعة النصف النهائي. قرعة النصف النهائي الأول سوف تجمع بين الفائز بين اسك ميموزا ونهضة بركان. النصف النهائي الأول سيجمع الفائز من الربع النهائي الثاني ضد الفائز من الربع النهائي الثالث، يعني الفائز من نادي الرياضي القسنطيني أو نادي اتحاد العاصمة الجزائري. هكذا كانت مخرجات النصف النهائي. أما النصف النهائي الثاني فسيجمع الفائز من الربع النهائي الرابع، يعني الفائز من مباراة نادي المصري ونادي سيمبا التنزاني سيخوض الفائز من هذه المباراة مباراة الأولى على أرضية ميدانه. ولكي نؤكد الأمور فلا بد أن يقابل الفائز من الربع النهائي الأول، يعني نادي ستيلنبوش أو نادي الزمالك. فعلا إذا الفائز من الربع النهائي الرابع يقابل الفائز من الربع النهائي الأول. وبالنسبة
للنهائي فإنه سيجمع الفائز من مباراة النصف النهائي الأول والفائز من مباراة النصف النهائي الثاني. والنهائي سوف يلعب إما في جنوب أفريقيا أو تنزانيا أو جنوب أفريقيا. إذن أتمنى الحظ الأوفر للفرق الثمانية. إذن الطريق إلى منافسات الربع النهائي لم يكن سهلا، والشكر موصول إلى أساطير كرة القدم الأفريقية رابح ماجر وأيضا إلى بن مالانجو. الآن أعيد الكلمة إلى محمد سعدون الكواري.